السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الهبيده. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن مباراه المنتظره ما بين النادي الاهلي المصري وما بين نادي ريال مدريد الاسباني في نصف نهائي مونديال الانديه. المباراه اللي كل جماهير النادي الاهلي وكل لاعبي النادي الاهلي منتظرينها، مباراه تاريخيه لكل اللاعبين ولكل الجمهور والكل منتظرها على احر من الجمر، ما بين نادي القرن الافريقي وما بين النادي القرن الاوروبي. الفريقين اكبر فريقين على مستوى العالم محققين القاب قاريه. نادي ريال مدريد او كل الفرق الاوروبيه اللي بتيجي ببطوله بتبقى عايزه تاخد البطوله وتاخد بعدها وتمشي، مباراه وديه بالنسبه لها. انما المباراه ديت كل جمهور النادي الاهلي مستنيه، وبخاصه اللاعبين عايزين يثبتوا نفسهم في مباراه كبيره زي دي. فخلونا نشوف هل النادي الاهلي عنده فرصه ان هو يتغلب على نادي ريال مدريد ويقدر يوصل للمباراه النهائيه وتبقى اول نهائي ليه في مونديال الانديه. خلونا نشوف الكلام ده ونتكلموا واحده واحده عن نقاط القوه والضعف عند الفريقين. بصوا يا جماعه، خلينا نكون متفقين، المباراه هتكون صعبه جدا على النادي الاهلي، مش مباراه سهله رغم كم الاصابات اللي عند ريال مدريد. لكن ما ننخدعش، ريال مدريد معروف عنده شخصيه البطل زي النادي الاهلي. النادي الاهلي بيلعب بشخصيه البطل، بيروح الفانيله الحمراء. برضه ريال مدريد نفس الكلام. احنا بنتكلم على نادي من اكبر انديه العالم، نادي هو كبير القوم زي ما بيقولوا. نادي رغم الظروف اللي كانت فيها السنه اللي فاتت، ان كان هو قدر يحقق لقب الدوري وقدر يحقق لقب الشامبيونز ليج، نفس السنه دي عنده بيمر بدروبات كتير، عنده كميه اصابات كتيره جدا. هو جاي كاس العالم للانديه وغايب عنه 6 لاعبين. اولا كورتوا في حراسه المرمى، غايب عنه لوكاس فاسكيز، ايدر ميليتاو وفيرلاند مندي، وقدام كريم بنزيما غايب للاصابه برضه. كم اللاعبين المصابين لريال مدريد ما يخليناش ننخدع ان نقول مثلا ان الموضوع هيبقى سهل بالنسبه للنادي الاهلي او ده بيسهل مأمورية النادي الاهلي. لا، الموضوع هيبقى صعب جدا. لازم لاعيبه النادي الاهلي تبقى نازله في الملعب مركزين بنسبه 200% في المباراه، لان المباراه مش هتكون سهله. يعني النادي الاهلي قدم مباراه كويسه جدا قدام اوكلاند سيتي وعمل اداء رائع وقدر ان هو يفوز بنتيجه 3-0. وقدام سياتل ما كانش الاداء مقنع للدرجه وخصوصا في الشوط الاول. الشوط الثاني قدمنا من بعد الدقيقه 60 وقدر النادي الاهلي يمسك كوره ويلعب الكوره بتاعته، لكن مش برضه هو ده الاداء اللي احنا مستنيينه قدام النادي الاهلي. الوضع قدام ريال مدريد الوضع مختلف تماما. انت لو لعبت كده قدام ريال مدريد نفس الاداء اللي انت لعبت بيه قدام سياتل وسنه الخوف اللي كانت باينه جدا عند اللعيبه خصوصا في الشوط الاول، لا، ريال مدريد ممكن ينزل يسجل فيك اول وثاني وخلص الموضوع على كده. لا، احنا مش عايزين نقارن نفس تجربه بايرن ميونخ اللي كانت من سنتين تقريبا وخرجنا من بايرن ميونخ ماتش كان 2-0. ما قدمناش اي حاجه، كنا بندافع، خصوصا ان كان فريق شرس جدا فريق بايرن ميونخ مع هانز فليك. احنا مش عايزين نكرر التجربه دي، احنا عايزين الاحسن. احنا نفسنا في نهائي، احنا طمعانين ان النادي الاهلي يوصل لنهائي اول، خصوصا ان انت لو قدرت توصل للنهائي هيكون ثالث مره فريق ما يكونش بطل القاره بتاعته وبيلعب في كاس العالم للانديه وبيقدر ان هو يوصل للمباراه النهائيه بعد الرجاء في 2013 وبعد العين في 2018. الفريقين قدروا يوصلوا للمباراه النهائيه. حسين الشحات عنده فرصه الانتقام من ريال مدريد، خصوصا ان هو قابل ريال مدريد في نهائي المونديال مع العين في 2018 لكن خسر، وكان ضيع انفراد وضيع كوره قدام كورتوا كان تألق فيها كورتوا. فعنده فرصه. ليه لا انا الماتش ده ما سجلش؟ ليه لا مثلا؟ خصوصا ان يعني احنا لو اتكلمنا على فريق ريال مدريد عنده شويه مشاكل دفاعيه كبيره. احنا ممكن نستغل الكلام دوت، بس احنا احنا عايزين نستغل الكلام ده، بس احنا مش هنستغل الكلام ده غير لما نهاجم. ده طبيعي جدا. يعني احنا نهاجم هيبقى في مثلا اخطاء دفاعيه من ريال مدريد معروفه وكلنا عارفينها، خصوصا عندهم الحارس الاساسي مش هيبقى موجود، هيبقى الحارس موجود لونين. وفي نفس الوقت انت عندك الرباعي الدفاعي اللي موجود. يعني انت عندك قصه الباك الشمال هو خلاص ديفيد ألابا رجع، فاعتقد ان ديفيد ألابا هو اللي هيلعب وجنبه روديجير وناتشو وكارفاخال. ده هيبقى خط دفاعي لريال مدريد. ناتشو انت لو لعبت عليه هتستغل اخطائه. يعني انا اي مهاجم مثلا بيلعب مثلا زي محمد شريف او زي لو كهربا، وكان في سمعت كلام ان كهربا مصاب ومش هيقدر يلعب المباراه، لكن انت لازم تهاجم عشان انت لما هتهاجم دفاع ريال مدريد هيغلط. كلنا شفنا دفاع ريال مدريد في الماتشات اللي فاتت بيستقبلوا اهداف من الهواء. قصه بقى الناحيه الهجوميه، فانت لازم يعني هي مشكله الناحيه الهجوميه في الناحيه بالنسبه للنادي الاهلي هي الناحيه اليمين اللي بيلعب فيها محمد هاني، خصوصا اللي هيلعب عليه واحد من افضل اللاعيبه الموجودين دلوقتي هو فينيسيوس جونيور.
لعيب مهاري، لعيب سريع، لعيب يقدر ياخد لك الفرقه كلها بفرصه وينقل الناحيه الثانيه. عندك رودريجو لو لاعب، ماركو اسينسو، لا انت عندك ثلاثه في الخط الامامي. مفيش مهاجم صريح. رودريجو عامه ما بيحبش يلعب في قصه المهاجم الصريح، ما بيبانش، هو بيبان دوره كجناح. فهو لو لعب بيه كمهاجم ده حاجه كويسه، ان انت هتقدر تسيطر عليه بشكل كويس. الاثنين الدفاع وخصوصا اليو ديانج اللي هيكون ليه ادوار شرسه في نص الملعب، ان هو بيلاعب خط نص بالنسبه لريال مدريد هو يعتبر اقوى خط بالنسبه للثلاث خطوط بتاع ريال مدريد. خط النص هو اقوى خط في الثلاث خطوط بتاع ريال مدريد، اللي فيه اكيد شاوميني، وعنده فالفيردي وتوني كروس ومودريتش وكامافينجا، اكيد هيرجع تاني يلعب في نص الملعب، وعندك سيبايوس. فكل التوليفه اللي موجوده في نص الملعب ده هم كلهم نجوم. فانت لازم تلعب بالثلاثه اللي هيلعبوا زي ما كنت بتلعب الماتشين اللي فاتوا، انت هتلعب بيهم، اذا كان عمرو السوليه او حمدي فتحي ومعاهم اليو ديانج. اليو ديانج ده قطعه اساسيه. مش معنى ان قفشه جاب لي جول الماتش اللي فات يبقى انا ابدا بيه اساسي، لا، الماتش ده ممكن نبدا بقفشه في الشوط الثاني، انما انت محتاج ثلاث لعيبه في نص الملعب يقدروا يدافعوا او يكون ليهم ادوار هجوميه يعني محدده، ما يكونش طول الوقت هم موجودين قدام. انت عايز ثلاث لعيبه بادوار دفاعيه قويه جدا، خصوصا ان انت عايز حد يقفل مع هاني وعايز حد يقفل مع علي معلول، لان هاني عنده مشاكل دفاعيه. هاني عامل شغل كويس ومقدم مستويات رائعه، لكن برضه مشاكله الدفاعيه خصوصا لما يلاعب واحد زي فينيسيوس جونيور هو محتاج حد يقفل معاه. فانا شايف ان احنا نرجع تاني لحسين الشحات يكون موجود اساسي. انا شايف ان المهاجم في الماتش ده انت محتاج واحد زي بيرسي تاو سريع، هيقدر ان هو ممكن يخطف كوره مثلا من ناتشو، يخطف من روديجير. الاثنين طبعا مدافعين تقال، لكن في نفس الوقت بيرسي تاو لاعب ممكن يخطف لك كوره او ممكن ينزل لنص الملعب ويساعد في تكوين اللعب. وفي الناحيه الثانيه احمد عبد القادر ده شرط اساسي. ليه؟ احمد عبد القادر هيقدر يلعب زي واحد زي كارفاخال، ممكن يروح واحد على واحد. احنا مش بنتكلم كده وبقول ان الماتش سهل واحنا نقدر ونعمل. زي ما قال البوسكي قال لك ان الفروقات بين الفرق اصبحت قليله. ليه لا ما نكررش نفس التجربه بتاعت منتخب المغرب في كاس العالم لما قدر يوصل لنصف نهائي مونديال كاس العالم وتغلب على اسبانيا وتغلب على البرتغال وقدر يوصل للمربع الذهبي؟ ليه احنا ما نعملش كده؟ ليه النادي الاهلي ما يبينش القدرات دي؟ لا، احنا عندنا قدرات، احنا ممكن نهاجم، احنا ممكن نصنع لعب، احنا ممكن نخلق فرص. متعوا نفسكم وفي نفس الوقت اكسبوا. خلي عندكم طموح ان انتوا عايزين تكسبوا، مش ان انتوا نازلين تعملوا اداء مشرف وخلاص. لا، خلاص قصه الاداء المشرف دي منتخب المغرب لغاها من عقولنا احنا كجمهور. يا ريت توصل للعيبه. لا، انا مش اقل من اللعيبه اللي موجوده في الملعب، انا عايز ادي وعايز العب وعايز اكسب وعايز اوصل لنهائي مونديال الانديه. هيكون اتحطت في الكارير بتاعي حاجه تاريخيه بالنسبه للنادي الاهلي. دي تامن مشاركه، ما رحناش ولا مره للنهائي، فطبعا كلنا بنحلم باول نهائي لينا في كاس العالم للانديه. ليه لا ما نكسبش البطوله؟ يعني انا شايف ان النادي الاهلي لا عنده فرصه كبيره، بس هو يستغلها صح. اللعيبه تكون مركزه بشكل كويس، اللعيبه تقدم 200% من اللي عندها. بالنسبه بقى الناحيه الثانيه ريال مدريد، فهو ريال مدريد يعني رغم كل الاصابات اللي عنده، فانا مش محتاج اقول لكم هو مين ريال مدريد. ريال مدريد بيغيب عنده لعيبه مهمه جدا، وخصوصا بيغيب عنهم اللاعب الاساسي او الرئيسي بالنسبه لهم، اهم لاعب عندهم هو كريم بنزيما. وفي نفس الوقت بيغيب عنهم الحارس العظيم تيبو كورتوا، احسن حارس في العالم طبعا. فهم فقدوا جزء كبير من قوتهم. هم قوتهم حاليا موجوده في نص الملعب. قوتهم مثلا في واحد زي فينيسيوس جونيور ممكن يرقص ترقيصه، يروح يدخل على طول للعمق، يلعب كره مثلا بالعرض. رودريجو لو مكمل، اي حد من نص الملعب لو مكمل، فاحنا محتاجين نركز بشكل كبير. فانا شايف ان كارلو انشيلوتي وفريق ريال مدريد بيمروا بازمات كتير، خصوصا بعد خساره اخر مباراه ليهم قدام مايوركا طبعا بهدف مقابل لا شيء. قدر برشلونه بعد كده ان هو يوسع الفرق مع ريال مدريد بفرق 8 نقاط. فهم جايين البطوله، هم مش جايين يهزروا، هم مش جايين شايفين ان هو بطوله وديه عايزين ياخدوها ويمشوا. لا، هم جايين عايزين يثبتوا ان هم لسه موجودين، ان هم لسه ريال مدريد ده بيلعب بشعار ريال مدريد. كل لعيبه عايزه تكسب بطوله. ليه؟ بطوله كاس العالم للانديه هي ممكن بطوله ترجع ريال مدريد مره ثانيه، خصوصا في المنافسه على الدوري او في المنافسه على الشامبيونز ليج. وانا شايف ان المنافسه على الدوري السنه دي صعبه بالنسبه لريال مدريد، لان هم ما عملوش انتدابات قويه. في لاعيبه كتير كانت المفروض تمشي من الفريق ويجي بدايل ليها قويه، واحد زي ايدن هازارد، واحد زي ماريانو دياز. انا مش عارف ليه هم لغايه دلوقتي موجودين في الفريق. اودريازولا، عندك فاييخو، كل دول يعني ما لهمش
الفريق مش محتاج لهم، ما بيقدموش حاجه للفريق، فانا امشيهم واجيب تدعيمات قويه. لا، هم الاداره ما عملتش كده. قضيه يعني الموضوع صعب في ريال مدريد، فلازم يعني ريال مدريد عشان يرجع ينافس وبقوه تاني، او يرجع لمستواه، او اللعيبه تاخد الثقه مره تانيه. بطوله كاس العالم للانديه دي اخر فرصه بالنسبه لهم، اخر فرصه لاستعاده الثقه مره تانيه. في غياب اللعيبه دي، هل يقدر ريال مدريد ان هو يفوز على النادي الاهلي ويتاهل للمباراه النهائيه وياخد البطوله؟ ده اللي هنشوفه يوم الاربعاء. لكن انا من حته من جوايا كده بتقول ان احنا نقدر، النادي الاهلي يقدر ان هو يفوز على ريال مدريد، النادي الاهلي يقدر ان هو على الاقل نخطف هدف ونرجع ندافع ورا. ليه لا؟ مفيش حاجه بعيده عن ربنا طبعا، اهم حاجه ان انت تبقى نازل مركز، انا عايز اعمل، عايز اهاجم، عايز اجيب جون وارجع ادافع بقوه واستميت. مش عيب ان انا اجيب جون مثلا وافضل طول الماتش ادافع مثلا، او ما استقبلش اي هدايا، فاحاول ان انا ما استقبلش هدايا. بس لازم ناخده بالنا، لان نفس اللي بيعمله النادي الاهلي وهو بيقولوا اللي هو البلاس 90، ريال مدريد برضه بيلعب في البلاس 90، بيلعب لغايه اخر دقيقه. فاحنا لازم نكون مركزين من اول دقيقه لغايه ما الحكم يصفر وتنتهي المباراه، ان شاء الله ان شاء الله بفوز النادي الاهلي وتاهله المباراه النهائيه. احنا طمعانين وعندنا ثقه في اللعيبه، وعندنا ثقه في في الجمهور المغربي اللي هيساند اللاعبي النادي الاهلي بقوه، وده اللي احنا شفناه الماتشين اللي فاتوا. تحيه للجمهور المغربي، وتحيه لفوزي اللجع اللي عامل دور كبير جدا في ان هو استقبل النادي الاهلي، ان هو بيطمن على بعثه النادي الاهلي. وحتى لما عرف ان الخطيب كابتن محمود الخطيب بيمر مثلا بازمه صحيه، بعت له طقم طبي مخصوص ليه في معسكر الفريق عشان يطمن عليه. تحيه كبيره جدا لجمهور المغرب ولاداره والاتحاد الكره المغربي على الاستضافه وعلى الاستقبال الرائع للنادي والبعثه النادي الاهلي، ونتمنى منهم ان هم يساندونا في بقيه البطوله. الماتش هيبقى صعب، لكن انا عندي تفاؤل وعندي طموح ان احنا نكسب الماتش دوت ونوصل للمباراه النهائيه، وليه لا نحقق اللقب. بس اهم حاجه اللعيبه تكون حاسه وعارفه ان ده ماتش مهم وماتش تاريخي بالنسبه لهم، مش هيتكرر كتير، ويحاولوا يطلعوا كل اللي عندهم. العب ما يهمكش، يعني حاول تفرض اسلوبك وطريقتك، انت مش اقل منهم. انت اتعامل مع المباراه ان هي مباراه، اخر مباراه هتلعبها في حياتك، وريني هتعمل فيها ايه. او انت مثلا دي مباراه اعتزالك، انت بتحاول ان انت تطلع كل ما عندك، خلاص المباراه دي وانت هتتحطوا في الجيل الذهبي للنادي الاهلي. الجيل ده هيكون الجيل الذهبي للنادي الاهلي، ان هو قدر يوصل ثلاث مرات لكاس العالم للانديه، وبيوصل لنصف النهائي، وفي مرتين بيحقق البرونزيه، ومره بيوصل للنهائي. ليه لا؟ فطبعا دي هتتحط في التاريخ بالنسبه للعيبه، وبالنسبه طبعا لاداره النادي الاهلي اللي موفره كل حاجه. واتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه، ويا رب يا رب يا رب نوصل لنهائي المونديال، ويا رب نحقق اللقب. بس ده كان كلامي عن الماتش، وان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يتخطى عقبه ريال مدريد ويوصل للمباراه النهائيه. بس كده، دي كانت حلقتنا، وما تنساش تعمل لايك للحلقه لو عجبتك، وسبسكرايب للقناه، وان شاء الله نشوفكم في حلقات جايه، ونشوفكم بعد الماتش ان شاء الله واحنا بنحتفل بفوز النادي الاهلي وتاهله للمباراه النهائيه. السلام عليكم.